السلام عليكم. أنا سميتي سعاد وغنبدا حكايتي معكم اليوم من نهار ماتوا والديا وخلاوني مازال صغيرة. كان في عمري 12 عام ومشيت عشت مع عمي. الأيامات الأولى تهلاو فيا، ولكن من بعد تبدلات معاملتهم ليا. وليت كنحس براسي تقيلة عليهم، لا من ناحية الفلوس حيت كنت مازال كنقرا، ولا من ناحية السكنة. مرت عمي ولات قاصحة معايا بزاف، كانت كتشوفني كنقرا انا وبنتها وكتنوضني وكتخلي بنتها كانت صغر مني بعامين، وديما مفضلاها عليا في كل شيء. ديما كنت كنسمعها كتقول لعمي: علاش جبتيها تسكن معانا حنا؟ خليها تمشي عند خالتها ولا جداها. وهو كيقول لها: الله يهديك، راه عندك الاجر في ديك اليتيمه الا تهليتي فيها. وهي والو، بقات كتخطط حتى خرجتني من المدرسه. وحيت اصلا انا كنت ضعيفه بزاف وما كنجيبش النقاط زوينين، وهي استغلت هاد الشيء وقالت لي: غير زايده علينا بالفلوس، اللهم دوزي تجلسي في الدار. وداك الشيء اللي كان. دازت الايام، وصلت 18 عام وبدات كتقلب ليا على شي عريس. اول واحد طاح في يديها جابته. فكرت حتى عييت. قالت لي: والو تزوجي به، ومع بان ليا زوين ونقي وافقت وقلت واخا. وحتى مو باه كانوا ناس دراوش، وقلت نتزوج ونهنيهم من همي. وتزوجت وما داروش ليا العرس، غير عشاء عادي وصافي. ومشيت لعند راجلي وسكنت بوحدي، حيت شيخي وعكوزتي كانوا في العروبية. ودازت سيمانة وانا نكتشف باللي الراجل اللي تزوجت سكيري وحشيشي وكماي، واخا باقي صغير، كانت عنده يلا شي 26 سنة. من السيمانة الأولى تاع الزواج بدا كيضربني، ومن بعد كيندم ويجي يطلب مني السماحة. كان كيبقى فيا الحال، ولاني فين غادي نمشي؟ تحد ما حاملني، عائلتي كلها ما مهتماش بيا، حتى عمي ومرتو من نهار زوجوني ما جاو لعندي ولا عرضوا عليا عندهم. دازت 6 شهور وانا على هاد الحال، وعرفت راسي حاملة. راجلي فرح بزاف وتبدل، وملي بديت في السابع عييت. وهو كان عزيز عليه بزاف المعاشرة، كان تقريبا كل نهار. وانا تقلت وغير كنت صابرة. واحد النهار منعته وقلت ليه بزاف عليا. غير البارح كنا في علاقة وهو يضربني، وتصدمت. واش ما خافش يطيح ليا اللي في كرشي؟ شوية كيف العادة برد وجا طلب مني السماحة، وانا ما بقيتش حملته، كرهته. ودازت الايام وولدت بنتي وفرح بيها بزاف، وهو اللي سماها. تخيلوا حتى حد ما جا لعندي للسبيطار من غير عكوزتي. جات قابلتني شهر ومشات، ومن ورا ما خرجت من السبيطار بسيمانة جات لعندي خالتي ومرت عمي. بقاو ساعة ومشاو، باركوا ليا بالزربة ومشاو. اتاي ما شربوش. هذيك الساعة عرفت باللي ما بقاتش عندي عائلة، وتعلمت نصبر. دازت 5 سنين وانا مدوزة العصا والاهانة والمعاشرة كل نهار، حتى كنطيب وما كيرحمنيش. كرهت العيشة معاه، وهزيت بنتي اللي حتى هي كان كيضربها معايا وكيهددني بها، وديتها لعند خالتي. قلت لها: خليها لعندك غير شهر بين ما قلبت على الكرا ونجي ناخدها. وافقت بالزز وعايرتني وقالت لي: سيري رجعي لعند راجلك. واخا وريتها الحمي زرق ما حناتش فيا، وما قالتش لي بقاي معانا حتى تقلبي على الكرا، وما عرفتني فين غاده.
مشيت لعند واحد صاحبتي قديمة وبت معاها هاديك الليلة. الغد ليه قلبت على بيت وكريته ب500 درهم، ومشيت للمحكمة، رفعت دعوى طلاق وجيت وسكنت أنا وبنتي في داك البيت. الليلة الأولى دوزناها على الدص، فرشنا غير حوايجنا، وفهمت بنتي باللي غتبقى في البيت وغادي نخلي ليها التليفون باش تلعب، ونسورت عليها وغنمشي انا للخدمه. كنت كنخرج وكنبقى ديما دايره ودني من ورا الباب باش نسمع عايله بدات كتبكي. كنبقى تقريبا ساعه عاد كنمشي كنشوف واش غتصبر ولا لا. ومشيت قلبت على واحد الخدمه في قهوه كنغسل المواعن وكنسيق الطواليت ب400 درهم للسيمانه. وملي شديت الخلصه الاولى مشيت شريت بونجا ومنطا قدام، وملي شديت الخلصه الثانيه دخلت بنتي للروض باش ما تبقاش في البيت بوحدها. كنت كنبقى متعلقه من جهتها وهي باقه صغيره، وتحكم ليا بالطلاق. وطلقت بعد معاناه كبيره حيت ما كانش باغي يطلقني، وسمحت ليه في حقي غير باش نطلقوا. وخرجوا فلوس الصاير لبنتي بقيمه 700 درهم تقريبا للشهر، وعاونتني شويه. شريت ثلاجه قديمه وفران قديم وتلفازه. المهم عمرنا البيت حتى دفينا وعشنا فيه 12 عام، وانا كنفيق مع 7 ديال الصباح ونبقى خدامه حتى 9. شحال من واحد طمع فيا بحكم مطلقه، شحال من واحد تحرش بيا وتعرضوا عليا فرص الزواج ورفضتهم على قبل بنتي. وبنتي كبرات ولا عندها 16 عام، ما بقاش باباها كيحط لها الصاير وما دعيتوش. قلت صافي خليه منه الله. تزوج وطلق المرة الثانية، غير آخر وحدة كانت مطورة عليا وما ولدتش معاه. ما علينا. بنتي ما كانتش دايرة راسها في القراية، ديما خارجة مع صحاباتها وما كتسمعش هضرتي. نجي نلقى البيت حالته، وانا كنت كندير كل شيء، كنصبن ونجمع البيت، والخبز والماكله كنت كنجيبهم من القهوه اللي كنت خدامه فيها. ومع انني فهمتها بلي القرايه هي كل شيء، والو، راسها قاسح. واحد النهار تبعتها وحصلتها مع واحد الولد، بغيت نتسطى ديك الساعه، ديتها للبيت وضربتها وطحت حداها كنبكي، وطلبت مني السماحه وقالت لي يا ماما ما غاديش نعاود وغادي نقرا وما غنبقاش نتلاقاه. تيقتها، ومن بعد 3 شهور جات قالت لي يا ماما هذاك الدري اللي لقيتيني معاه باغي يجي هو وامو يخطبني. تعصبت وقلت ليه انت باقه صغيره، مالك على حالتك، اش ربحت انا من الزواج؟ الغد ليه قالت لي يا الا ما زوجتينيش غادي نطاحر ولا غنهرب انا وياه. انا وليت مسؤوله على راسي، ما عندكش حق تحكمي فيا. شديتها من يديها وهي دفعني حتى جلست الارض، وبقيت مصدومه وكنفكر اش غادي ندير معاها. هدرت مع باها وهدر معاها، والو، راسها قاصح. وفي الاخر خضعت للامر الواقع ووافقت. قلت اللهم نزوجها به ولا تمشي تهرب معاه وترجع لي بشي كرش. وجا خطبها وطلع استاذ، وارتاحيت بعدا شويه وقلت خدام خدمه زوينه وما مبليش ونقي. وحتى والديه ما كانوش عندهم بزاف ديال الفلوس، ولكن كانوا ناس محترمين. ودرنا ليها عرس صغير في دار راجلها، ومن بعد الزواج تبدلات عليا. كنمشي لعندها كتقول لي علاش جيتي بلا ما تعيطي ليا، كنصبر وندير راسي ما سمعتهاش، وهي ما كتجيش لعندي نهائيا. ومن بعد عام ولدت ولد، ومشيت لعندها للسبيطار وانا فرحانه. بغيت نزغرد وهي تقول لي اسكتي
غتفيقي ليا الدري، ما نعستو غير بزاز. وسكت والدمعة في عيني، وجلست انا وعجوزتها حداها. كتقول لعجوزتها امي، وانا شحال هادي ما سمعت منها هاد الكلمة. وخرجت من السبيطار ومشات للدار، ومشيت معاها زعما بغيت نقابلها كأي ام وبنتها. وملي ادن العشاء قالت لي يا طاكسيات غير يحبسوا، نوضي سيري ما حد الحال باقي. وراجلها عنده طوموبيل وما قالت ليش نوض وصلها. وانا تصدمت فيها ومشيت في حالي. داز شهر وعيطت ليها، قلت ليها بغيت نجي نشوفك ونشوف ولدك. قالت لي انا ما كايناش في الدار، وما بقاتش كتسول فيا. من بعد 4 شهور اخرى تهرست من رجلي، وداوني صحاب الخدمه للسبيطار، ونعست تما نهار وداروا لي القبص. وقلت ليهم تجوني لبيتي، قالوا لي لا ندوك عند بنتك. ومشينا. كان كلاكسونيو، هبط راجلها شافني دايره القبص وقال لهم ما كايناش بنتها، راه مسافره. وما قال ليش حتى السلام ولا مالك ياك لاباس. ورجعت لبيتي، كان صوني عليها ما كتجاوبش. وملي صونات عليها جارتي قالت ليها ماماك تهرست، ما غاديش تشوفيها؟ قالت ليها دوزيها ليا. وملي هضرت معاها قالت لي يا ماما خليني عايشه هانيه مع راجلي، راه قال لي يا ماماك ما تدخل عندي ما تمشي لعندها، وانا ما بغيتش نطلق منه وما بغيتش نيتم ولدي على قبلك. عيشي حياتك وخليني حتى انا نعيش حياتي. وتصدمت، واش هذه هي بنتي اللي سمحت في شبابي وراسي على قبلها، واللي كنت كنسيق في الطواليطات خانزين على ودها، ودفنت راسي على قبلها. شحال من واحد بغاني وقلت ما ندخلش على بنتي راجل غريب يتكرفس عليها. بكيت حتى عييت، وولات كتبان لي الدنيا ظلام، وما بقيتش كندوق النعمه وغير كنخمم واش غادي ندير. قصحت قلبي عليها ومسحت نمرتها ولحت حوايجها. كنت كنقتصد على الفلوس اللي كانوا عندي باش ما يتقداوش ليا غير حتى نصح. ومن بعد 3 شهور رجعت لخدمتي، وداز عام وهي لا سولات لا عيطات. مشيت واحد النهار لدربهم وكنلقى شراجمهم مسدودين. وملي سولت قالوا لي راه الراجل جاه الانتقال لشي بلاصه اخرى ورحلو. ورجعت بدموعي في عينيا كنشوف حياتي مشات على وحده مسخوطه. واحد النهار وانا خدامه جا عندي واحد 2 رجال وقالوا لي بلي عرفوني ما مزوجاش وبغاوني نتزوج باهم، حيت امهم مات مؤخرا بالمرض الخايب. قلت في خاطري باغيين ندير ليه ليكوش، وجاوبتهم بالله. وهو يقول لي واحد فيهم شوفي والله ما يخصك خير، راه سولنا عليك وشكروك لينا الناس، وحنا ما بغيناش الوالد يتزوج بشي برهوشه تشتت لينا الشمل. غير اجي وشوفي وديك الساعه حكمي. هضره معقوله. وقلت ارى نجرب. انا نيت عيت من تماره والكرا والمصاريف، وقلت ليه واخا يجي القهوه هنا ونشوفو. ودازت سيمانه وجابوه وطلع باقي شاد في راسو. عنده تقريبا شي 60 عام، وباقى عنده بنت عايشه معاه، وعنده بنت اخرى مزوجه، وعنده 2 ولاد اللي جاو هضروا معايا مزوجين وبديورهم وميسورين الحمد لله. وجاو لعندي البيت باش نتفقوا. البنت الصغيره باينه فيها كانت جايه غير بزاز، وعاودت ليهم قصتي وتفاهمنا الحمد لله ودرت العقد. وعوضني الله، حسيت بالدفء العائلي. وكل جمعه كانوا كيتجمعوا عندي، حيت امهم الله يرحمها
كانت كتجمعهم عندها كل جمعة. والبنت الصغيرة اللي كانت عايشة معانا كنت مهلية فيها، وتا هي تقبلتني مع الوقت. وأنا ديك الساعة كان في عمري 48 عام، وحملت، وكنت خايفة من ردة فعلهم. وجا راجلي وقلتها ليه وأنا حشمانة، وهو فرح بزاف. أنا كنت خايفة هذاك الحمل اللي يكون مشوه ولا شي حاجة، الله يحفظ، حيت كبرت في السن. والله لطف ودوزت كل شي مزيان. وقلتها لبنت راجلي وفرحات مسكينة، وقالت لي عادي، واش ربي عطاه ليك وحنا ما نفرحوش به. وسمعوها الدراري خوتها وجاو هما وعيالاتهم باركوا لينا. وسمعت وحده فيهم قالت حتى شاب عاد دار الحجاب، وهي تدخلها بنت راجلي الصغيره سوق راسها. والحمد لله ولد تولد، وفرحوا به بزاف. ودابا راه عنده 4 سنين، وما بدلتش نمرتي، باش إلا شي نهار بنتي قلبها رطاب وبغات تعيط ليا تلقى النمرة خدامة. ولكن للأسف هي مسحاتني من حياتها. وأنا بغيت نقول لها ما عرفتي تكون دابا كتشوف هاد الفيديو، أنا مسامحاك، ولكن عمرنا ما نرجعو كيف كنا. وشكرا على الاستماع.